السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخواني المشاهدين أينما كنتم أحييكم، معكم أخوكم عبد الرحمن لتربية طيور الزينة وعلاجها. موضوع اليوم حبيت نديروا حول مربي الطيور الذين لهم سنين وباع طويل في تربية الطيور، ولكن للأسف لم ينتجوا ولو فرخا واحدا، وأيضا تجدهم يعانون من الأمراض وموت الطيور وكثير من المشاكل. أخي الكريم، أنت وفرت كل الظروف لطيورك من التغذية الجيدة ومن الأدوية الفعالة والنباتات البرية الطبيعية، ولكن للأسف انتهت بالفشل. ممكن أخي الكريم أنك اتبعت أكبر مربي طيور في العالم خطوة بخطوة، ولكن في آخر المطاف انتهت بالفشل. اتخذت كل السبل وكل الطرق وهيأت كل الظروف، ولكن للأسف انتهت بالفشل. ممكن أخي الكريم أن السبب ليس سببا ماديا أو ملموسا، بل هو سببا روحانيا، لذلك أنت تعاني من هذه المشاكل. ممكن أخي الكريم أنك تدخل على طيورك ولا تذكر اسم الله ولا تبارك ولا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أخي الكريم أنك تدخل غرباء إلى غرفة طيورك ولا يذكرون اسم الله، لذلك أنت في هذه المشاكل. أخي الكريم، يجب عليك أن تعلم أن العين حق، ولقد ذكرها الله سبحانه عز وجل في كتابه الكريم، ولقد حدثنا عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. لذلك أردت أن أنصحك بهذا الدعاء لكي تتفادى كل المشاكل التي أنت تعاني منها، وسوف تجد هذا الدعاء في الوصف الفيديو بإذن الله. وتأكد أخي الكريم أن هذا هو سر نجاح كل مربي طيور. وتأكد أخي الكريم، فمن يتوكل على الله فهو يرزقه من حيث لا يحتسب، وسوف يكون الإنتاج وفير، وتكون طيورك في صحة جيدة، وبإذن الله سوف تنتهي تلك المشاكل وتنتهي كل تلك المعاناة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.